عاوز اقول لكم ان الغابه اللي انا فيها ما بيكونش فيها دببه ولا فيها اي حيوانات مفترسه. الغابات اللي بيكون فيها حيوانات مفترسه قبل ما بتخش الغابه بيكون حاطين يافطه بره كده على الغابه، من بره كده على الشارع، بيقول لك احذر ان في حيوانات مفترسه. ولكن الغابات اللي جنب المناطق السكنيه ما بيكونش فيها حيوانات مفترسه. وزي ما انتم شايفين كده، انت دلوقتي ماشي في غابه ولا فيها اي حد خالص، بس بتكون امان جدا، يعني بتكون امان ولا فيها حيوانات مفترسه ولا غيره زي ما انتم شايفين كده. تعالوا كمان نكمل قدام شويه. يعني ممكن تلاقي في الغابه مثلا وانت ماشي ممكن تلاقي عصافير، حمام، الحاجات اللي هي الخفيفه دي. لكن حيوانات مفترسه بقى والدببه والكلام ده كله ما بيكونش في الغابات اللي جنب المناطق السكنيه. زي ما انتم شايفين كده، الناس برضو بتعمل ايه، البيوت الصغيره ديت للعصافير، يحط لهم اكل بس مفيش اكل، على الشجره كده بيعلقوها عشان ايه، لو العصافير تاكل ولا حاجه. وعلشان كمان الغابه دي كبيره جدا جدا، فبيكونوا حاطين